مسا مسا يا افلامجيه، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. حصريا وقبل اي حد جايب لكم مراجعه حصريه وسريعه عن الفيلم اللي كلكم هتروحوا تجروا عليه في السينما، وهو فيلم ولاد رزق. وبالمناسبة الفيلم كان فيه مفاجآت كتيرة جدا وهنتكلم عليها في الحلقة دي، ولكن ما تقلقش مش هنحرق أي حاجة خالص. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الحلقة. يلا بينا. مبدئيا يا صديقي، لو انت ما تابعتش الأجزاء اللي فاتت فهتضطر تتابع الجزء الأول والجزء التاني عشان تعرف ايه اللي بيحصل في الجزء التالت. واللي انا اتفرجت عليه ومن قبل ما اخش اتفرج رفعت سقف التوقعات، وسقف التوقعات فعلا طلع في محله. الفيلم انتاجيا على اكمل وجه، سواء تصوير او سواء ديكور او سواء مطاردات او سواء اكشن او موسيقى. الفيلم متكامل من كل الاركان. الفيلم من وجهة نظري احسن من الجزء الاول واحسن من الجزء الثاني، وده ان ده اللي يدل على ان الميزانية اللي فيه او الصرف اللي فيه خدم على الفيلم جدا، ان هو يطلع لك مشاهد اكشن متعوب عليها تحس ان انت بتتفرج على فيلم اجنبي. قصة الفيلم المرة دي زي ما شفنا من خلال الاعلان ان رضا الاجانس بتاع العربيات بتاعه اتدمر، فبالتالي خسر كل فلوسه، او بمعنى اصح الفلوس اللي كان شايلهم راحوا، فبالتالي بقوا محتاجين فلوس. وهنا بنلاقي ان اخواته بيبداوا يقولوا له انت هترجعنا للحرام تاني وهترجعنا نشتغل تاني. فالفكرة المرة دي بتدور حوالين رضا اللي بيقرر ان هو يجمع اخواته مرة تانية، والمرة دي هو اللي بيجبرهم ان هم يشتغلوا، بعد ما في الاجزاء اللي فاتت كان هو اللي بيطلب منهم ان هو يبطل شغل وهم مش بيرضوا. المرة دي الآية اتعكس، بس المرة دي في شوية أحداث وفي شوية إضافات حصلت جامدة جدا. يعني يا صديقي بالنسبة للإضافات اللي حصلت، في إضافات حصلت جامدة جدا، على رأسهم الشايب آسر ياسين، بحيث إن هو ضاف للفيلم بطريقة جامدة جدا. آسر ياسين مش بس كان دوره أكشن، ولكن كان ليه دور مهم في الفيلم وفي الأحداث وسطيهم. وبسبب الأحداث اللي حصلت ما بينهم ديت هيصبحوا ولاد رزق قدام آسر ياسين. ليه؟ هنعرف ده في الفيلم. انا بدي لك حته من طرف المعلقه، وانت لما تخش هتفهم كل حاجه وما تقلقش هتنبسط. ولكن على مستوى الاكشن فآسر ياسين كان انسب واحد فعلا ان هو يعمل الدور ده، وفعلا كان قد التوقع ان هو قدم الدور بشكل ممتاز جدا. بالنسبه للاضافات اللي اتكلمت عليها فلازم برضو نذكر الفنان علي صبحي اللي انضم لولاد رزق وبقى واحد منهم، ودوره طول الفيلم كأنه هو اللي مستلم الكفة الكوميدية، او ان هو يرمي الافيهات، او اللي هو مسؤول عن الجانب الكوميدي، بعد طبعا ما الفيشاوي واحمد داوود ما بقاش ليهم دور. فخليني اقول لك ان علي صبحي عمل دوره على اكمل وجه، وفعلا هتنبسط منه وهتنبهر منه طول الفيلم. والنقطة اللي عجبتني فيه ان مظهره وطريقة كلامه وتمثيله هيقنعك بدور الشاب الشبح السرسجي اكتر من ولاد رزق نفسيهم، طبعا غير الكيمياء اللي عاملها معاهم طول الفيلم والاحداث والدنيا اللي انت هتشوفها جوه دي. ومن ضمن الممثلين اللي ظهروا جديد في ولاد رزق وانضموا ليهم ممثل احمد الرافعي اللي احنا شفناه في الاختيار وكان طالع ارهابي. والحقيقة ان هو كان مفاجأة كبيرة جدا في الفيلم ده. مش مفاجأة ان هو يقوم بدور شرير لان احنا شفناه في دور الشر قبل كده، ولكن المفاجأة الكبيرة في الاداء بتاعه وتقمصه للشخصية. انت طول ما انت قاعد هتحس ان هو فعلا حد شرير. ده بالنسبة للإضافات يا صديقي. غير الإضافة يا صديقي اللي حصلت في آخر الفيلم وخلت السينما كلها تقول بوم وتسقف، وكلنا بقينا في حالة هستيريا كده من الجنان اللي حصل. وطبعا مش هحرق لك المفاجأة واقول لك ايه هي، لان انت متوقعها كده كده والموضوع اتسرب قبل الفيلم. فانت توقعها مع نفسك وخش وعيش الفيلم عشان تنبسط بيها زي ما انا انبسطت كده بالظبط. بالنسبة لو جينا نبص للجانب الفني فهنلاقي ان مفيش خلاف طبعا ان انت عامل فيلم مجمع احمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وآسر ياسين وسيد رجب ومحمد لطفي، فاللي انت مستنيه منهم حصل بالفعل. انت داخل تتفرج على فيلم ملحمة، مباراة تمثيلية، سميها زي ما انت عايز تسميها. انت هتخش هتدفع فلوس في الفيلم هتطلع مبسوط جدا منه، وده على ضمانتي انا، لان ببساطة اقدر اقول لك ان الفيلم ده بسبب الانتاج الضخم اللي حصل فيه والاكشن اللي اتعمل فيه بشكل جبار، اقدر اقول لك ان هو احسن فيلم في 2024 طبعا في الفئة المصرية. تالت نقطة يا صديقي وهي الأخيرة، وهو نقطة الواقعية. صحيح بنشوف في الأفلام الأجنبي واحد مثلا طوله 4 متر ممكن يتضرب من حتة عيل صغير عادي،
بس اللي عجبني هنا في ولاد رزق الجزء الثالث هو مشهد تايسون فيوري مع ولاد رزق، وده شفناه في البرومو، ما تخافش مش حرق. حصلت ما بينهم عركة كده خفيفة، والعركة ديت هتشوفها جوه الفيلم. بس اللي عجبني في الفيلم دوت او في المشهد ده بالذات هي نقطة الواقعية، ان دوت تايسون فيوري بطل الملاكمة في العالم او اشهر مقاتل في العالم، فاكيد مش هيجوا مثلا ولاد رزق من عين السيرة يضربوه. وده المنطق ودي الواقعية، وهم فعلا في المشهد ده محدش فيهم عرف يضربه. هما اللي اتهزم ازاي او خلصوا منه ازاي؟ ما اتهزمش، هو محدش فيهم لمسه مبدئيا. لا دي حته حبكه كده من المخرج حطها عشان يحط لك نقطه الواقعيه دي ويخليك انت كمشاهد تقتنع بيها. وفعلا انا اقتنعت واحترمتها جدا، ومن اكتر المشاهد او اللقطات اللي عجبتني في الفيلم وهي الواقعيه، لان الواقعيه دي بيحترم المشاهد اللي بيتفرج. عشان ما اطولش عليك يا صديقي، انا كنت بس بديك ملخص سريع كده عشان تبقى ملم بالدنيا قبل ما تخش الفيلم. ولو انت خايف ان الفيلم ما يبقاش قد التوقعات او تقول ده الجزء الاول ممكن يبقى احسن او التاني احسن، ما تقلقش، الجزء ده احسن جزء من حيث كل حاجة، حتى المطاردات والاكشن وكل حاجة. وما تقلقش برضه، التويستاية اللي حصلت في الفيلم ده احسن واجمل واشيك واعظم من الجزء الاول والتاني، لان انا كنت قاعد متنح في السينما حرفيا، لان انت مش هتصدق اللي هتشوفه بمعنى اصح. فزي ما ولاد رزق عودونا ان كل جزء بيعملوا تويستايه كده في النص او في الاخر، برضو في هنا تويستايه هتحصل، والتويستايه المره دي على كبير قوي قوي قوي. ودي كانت حلقتنا يا صديقي، ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد، وكل سنه وانت طيب.